آخر فقرة معانا النهاردة مخصصها لتغيير الأفكار، وإن مفيش ثوابت في عالم كرة القدم، وإحنا في مصر بنقول سبحان مغير الأحوال من حال إلى حال. هنا هتكلم عن القلعة الحمراء، قلعة البطولات، قلعة النادي الأهلي، وطاهر محمد طاهر أو طاير محمد طاير اللي في آخر اللقاءات أصبح هو أحد الأجنحة اللي بتطير بنسر النادي الأهلي في آخر اللقاءات بتسجيله للأهداف وبقدرته الفائقة على المساهمة وصنع الأهداف. طاهر محمد طاهر أكثر اللاعبين في النادي الأهلي تعرضا لانتقادات عنيفة. جمهور الأهلي الياقوت الأحمر بيحب بضمير، لكن عنده النادي الأهلي هو نمرة واحد، هو نمبر 1 فوق أي اسم وفوق أي لعيب. عشان كده كان دايما بيوجه سيل من الانتقادات لطاهر محمد طاهر، وكان الناس بتقول طاهر مش قدراته لا تناسب النادي الأهلي وهو أفضل كمترجم فرنساوي. لكن اتضح ان طاهر بقناعة كبيرة من كولر ان هو مش مترجم فرنساوي، لا ده لعيب كبير وعنده قدرات كبيرة. ودايما بقول الارقام هي دايما اللي بتوضح، وهي دايما اللي بتقول لنا كل واحد مكانه فين. تسمحوا لي حضراتكم اقول لكم ليه احنا النهاردة في آخر جزء من القطايف واللطايف خصصناه لطاهر محمد طاهر، لأنه عنده أرقام مثيرة جدا للاهتمام. تعالوا نستعرض الأرقام. طاهر محمد طاهر بعد ما وصلنا إلى مرحلة التوقف الدولي أصبح هو ملك المساهمات، ملك المساهمات مع النادي الأهلي ب39 مساهمة تهديفية، سجل 21 وعنده 18 تمريرة حاسمة بإجمالي 39. سجل في الدوري 12 وصنع 8، وسجل في إفريقيا 6 وصنع 5، وسجل في الكاس هدف وصنع هدف، وسجل في السوبر 2 وصنع هدف، وصنع في هدف في كاس القارات. طاهر محمد طاهر يا أصدقائي الموسم الحالي هو أعلى من وسام أبو علي اللي أنا بقول لحضراتكم هو أعلى وسام، هداف الدوري المصري الممتاز، ومازال ماكينة الأهداف اللي بتطلع قماش أحلى قماش وبترسم بهجة وسعادة على كل الناس. طاهر محمد طاهر 7 مساهمات، 5 أهداف و2 أسيست. أرقام وسام 6 أهداف، 5 أهداف وصناعة هدف، يعني ال6 أهداف لوسام منهم 5 أهداف وهدف تمريرة أسيست أو هدف صناعة لأحد اللاعبين. طاهر محمد طاهر قدرة، تحرك، تركيز، إحداث للفارق في آخر اللقاءات وحفاظ على المستوى. علشان كده أصبح طاير محمد طاير قطعة أساسية في ماكينة الأداء للنادي الأهلي ولمارسيل كولر في اللقاءات الأخيرة، والكل أصبح بيراهن دلوقتي وبيشاور على طاير محمد طاير إن هو ممكن يبقى كلمة السر في اللقاءات القادمة، خصوصا ان النادي الاهلي وكل الاندية المصرية ستبدأ المغامرة الافريقية مرحلة المجموعات خلال الايام القادمة بعد انتهاء الفيفا ديت. كل الامنيات الطيبة لكل اللاعبين ولكل الفرق المصرية، وطبعا اولهم وقبل الناس دي كلهم منتخبنا الوطني اللي بنتمنى له التوفيق، وبنتمنى للكابتن حسام التوفيق في لقائي كاب فيردي ولقاء بوتسوانا، واختتام مشوار منتخبنا في التصفيات الإفريقية المؤهلة للكان في المغرب 2025. ونفسنا نشوف شكل جديد، أمل جديد،
روح جديدة لمنتخبنا تخلينا متفائلين بما هو قادم من لقاءات، علشان زي ما قلت لحضراتكم عندنا في 2025 6 لقاءات نارية في مشوارنا الأخير وفي تصفياتنا الأخيرة نحو المونديال، وإحنا كلنا عايزين نروح المونديال. في الأخير بشكركم أصدقائي على حسن المتابعة، على أمل إن شاء الله إن إحنا نتقابل في حلقة جديدة من القطايف واللطايف وآي ميديا.